قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أمره ربه أن يتهجد بالقرآن فقال فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها ضيوفنا الكرام، إن القرآن الكريم يأتي أتباعه للحق ويأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، ولأجل ذلك سنتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن. كان صلى الله عليه وسلم يفتتح قراءته بالاستعاذة، وهي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويفتتح السورة ببسم الله الرحمن الرحيم. وكان صلى الله عليه وسلم يحسن صوته عند قراءة القرآن. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسرع في قراءته، بل يتأنى ويقرأ بترتيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقب أصحابه في قراءة القرآن وتعلمه والعمل به. فمن أقواله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن قراءة تدبر وفهم لمعانيه، فكان يبكي عند قراءته واستماعه للقرآن ويتأثر به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان أي تدمعان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولقلوبنا شفاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وعند الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار حجابا وسترا واجعله شاهدا لنا لا علينا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.